مش بودكاست ولا بنقلد حد، مش بودكاست ولا واخدينها بجد، قاعدين قاعدة وبنونس بعض. حلقة وليد المرة اللي فاتت ما كانتش حلقة. وليد انت فتحت عليها فتحة عشان كانت مشكلتي ان انا طب النجم الجاي هيبقى مين؟ احنا لازم يبقى حد جامد جدا، لان احنا عملنا حلقة بوليد ما شاء الله. فانا لما جيت افكر لقيت احلى حاجة ممكن تطلع معايا النهاردة احلى ضحكة في مصر. احلى ضحكة في مصر احمد جوهر. حبيبي احمد جوهر نجم العالمي. انا هقول لك احلى ضحكة في مصر يا جماعة دي عشان تبقوا عارفين ده لقب عليه بجد، لانه مش هتشوفه في حتة غير وربنا يديمها عليه دايما النعمة. الحمد لله وهو دايما يضحك، الحمد لله، دي رضا يا نجم. حتى في العزا وكده برضه هتلاقيه بيضحك برضه. وطبعا تبقى مصيبة لو وقف جنب حميد الشاعري او عصام كاريكا، خلص ما بقاش عزا بقى فرح. دي حقيقة والله. لا خلاص كابو يا نجم، محدش يقعد جنب ما كابو، ينفعش. ولا كاريكا محدش يقعد جنبه برضه خالص، خلي بالك يعني. عامة انا فرحان النهارده معاك، واهلا اخواننا، عشرة عمر يعني. الله يخليك واحلى يا الله ذكريات يخليك واحلى الله فيلم يخليك. واحلى برامج واحلى بص احنا جايين كل بقى حاجة نلعب جميلة. نلعب النهارده العب يا نجم، ونهزر. العب يا خالد. عايزين نلعب حاجه ما عملناهاش قبل كده. احنا مش هنقول تاريخ احمد جوهر، يعني خلاص احنا مش غني عن هنتكلم التعريف في تاريخ ولا ولا بقى خلاص. اصل خلاص ما احنا هرسناها يا احمد، خلاص هرسناها في كل حته والعبد لله نحتناها في كل حاجه بقى. والله والناس عارفه التاريخ كله. والناس عارفه التاريخ كله. هو احمد جوهر لو خد اجازه، على فكره احمد جوهر يا جماعه ما بياخدش اجازات. احمد جوهر لازم كل يوم في حاجه، يا اما نحتاج بفلوس، يا اما فرح حد بيجامل، يا اما عزا، لازم كل يوم. مش هتلاقيه قاعد في البيت. لا انا منتشر يا نجم، ما تقلقش. خدت اجازه بقى انت وبطلت التليفون وقاعد في البيت، وهتطلعوا رحله 3 ايام في حته مقطوعه، مفيش موبايلات مفيش اي حاجه. تاخد مين معاك؟ والله انا كان في ناس، على فكره في اصدقاء ليا دمهم خفيف جدا وانا احبهم في الرحلات دي، اولهم فارس. يا فارس نهار ده اسود. ليه طب ذكريات عندي مرعبه. الله فارس ده محدش يعرف ان فارس ده دمه خفيف جدا 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 جدا، ومن تحت لتحت، ومديان جدا، اه ومسخره جدا، ايوه من تحت لتحت، وبسيط جدا جدا على فكره فارس. فكان ليا ذكريات معاه، واحنا كنا نخلص دايما شغل بالليل ونهرب ونطلع على الحسين ونطلع ناكل عند فرحات وناكل على عربيه فول. لا الحياه كانت انا بسيطة. فاكر فارس مره واخدني قال لي هنروح قدوره. اه قلت له يا فارس انا مش بتاع سمك. قال لي يا عم سمك ايه، تعالى بس كل. ودخلنا والله العظيم عمري ما انسى، وحاطط الاكل ويقول لي كل. ايه يا فارس في ايه كل؟ يا فارس هو انت جايبني تاكلني يعني ولا انت؟ ايوه كل، وهو مش عايز ياكل، وحاطط بقى مش عارف سمكه ايه وسمكه ايه وسمكه ايه وسمكه ايه. خلاص يا هو فارس مش كريم على فكره، يعني هو كريم والله العظيم ما كل، خلاني انا اللي باكل. قلت له على فكره مش كده ما ينفع. قال لي اصل انا ماليش نفسي اكل وقلت اعزمك. فالنهارده يعني انت قشطه تمام، انت تمام بتوع الدور. وبتوع الدوره بقى يا اما توصوا ما صدقوا يعني. طبعا نجم. طب مين تاني هتاخده معاك؟ خلي بالك في ناس دمهم يعني طبعا كاريكا يا اخوان. ده لازم. يا نهار اسود. كاريكا ليه ذكريات برضو معايا جميله. كاريكا لو بصينا يعني الوش بعض هو فاهمني كويس جدا. اول ما نبص في عيون بعض في اي حته، في عزا، في فرح، في اوردر، في بتاع، حتى لو طلعت له على المسرح وحياني وطلعت له او انا حييته وطلع، لا بتبقى مسخره. كاريكا دمه خفيف جدا، راجل بسيط جدا، وما بيحبش الحزن. كاريكا على فكره ده انت كده هيبقى انت وفارس وكريك. طب مين حد يطبخ يعمل اكل؟ كان ملك، حول واحد بقى الله يرحمه بس هو توفى. ده كان دمه خفيف جدا على فكره، والوسط عندنا وشله الاستوديو عارفاه كانت كلها امين سامي. امين الله يرحمه. امين سامي رحمه الله عليه كان اكيل جدا، وكان يجي في المجموعه لما يجي نغني يعني تلاقي واكل له دكر بط. والله العظيم يقول لك انا لسه واكل حته دكر بط شامورتي مش عارف ايه. كان رهيب وكان مشهور جدا بالبط. ياكل بط جامد جدا جدا. فامين ملك الاكل كان. وطبعا خفه الدم في امين سامي يا اخوانا، امشي ولا اقرب ولا الله يرحمه الله يرحمه. لا امين سامي كان حبيب عمري. وبعدين انا كنت ما اقدرش اقف جنبه في المجموعه لما اجي اغني اودي وشي في العمود في اي حته، لان لو بصيت لامين انا بغني لو بص لي بعينيه
انا ممكن اقع على الارض. بس لازم هتاخد هشام عباس عشان هو اللي لا، هيطلع ده باليخت هشام. عشان يصطاد. هشام هو العيش هشام بقى يعني هقول لك ايه بقى، هشام طبعا ده حبيب العمر كله برضه، ايوه. عشرة العمر كله، ولينا ذكريات معاه برضه. احنا لما عدنا البوم حلال عليك كله كان اتسجل في امريكانا، وكان عندنا حفله في مراقيه، رجعنا من مراقيه عدناه كلنا بحب الكورال بتاعه كله، خدنا السيشن كله، خدنا الكورال في ليله ننام ونصحى في ام ساوند واحمد جوده، عدناه من امريكانا، عدناه في ام ساوند كله، البوم حلال عليك كله. طب ما تيجي نفتكر حاجه كده. انا مره كان عندي كنت في برنامج مع الاستاذ عمرو الليثي اه و, و... وبعدين انا كنت بجيب يعني اتنين من التسعينات ربنا يسامحك، يطلعوا كانت حلقه جامده والله. فجبت احمد جوهر وسين من الناس، ايوه فنان صاحبنا برضه يعني، وعملنا الحلقه ونيجي نعمل الحلقه. احمد فاكر التفاصيل. فاكر. احمد ساعتها قال لي حرام عليك، انت هتضيعني، انت هتطلعنا، ده حبيبي بس ما ينفعش. اقول له النبي يا احمد معلش، انا اصل احنا هنعمل ايه؟ طيب ما انا مش عارف اطلعه في حلقه لوحده، وعايزين نخدمه برضه صاحبنا ونطلعه كده ونظهره وكده. دي حقيقه على فكره، يعني والله البرنامج العظيم كان برنامج بوضوح طبعا، مش كان عمرو. بوضوح. عمرو الليثي طبعا اي الاعلام كان الكبير اول برنامج طبعا. اشتغل فيه تقريبا بروفيشنال يعني. وكان المعد طبعا حبيبي وقلبي، فبيقول لي، قلت له بلاش، انا جايب بفرقتي حرام كامله وليله واستوديو وبروفات وبروفات، واحمد واخد الموضوع جد جدا. وكنا وصاحبنا ساعتها النوستالجيا دي مكسره العالم مش مصر بس. والله العظيم. صاحبنا عمل حركه، شفتوا الفيلم بتاع عائله زيزي؟ والله العظيم عائله زيزي بجد وحياه ربنا انا مش بهرج. صاحبي الفنان الصديق العشرة عمري اللي انا بحبه اللي مش هنقول اسمه، مش هنقول اسمه طبعا، حبيبي هو كده، هو بيكلمني على طول. المهم صاحبنا عائله زيزي لما كان فؤاد المهندس النضاره شالوا منه النضاره واحمد رمزي جنبه، واحنا لسه بنغني وعلى فرقتي وعمرو الليثي واقف مبسوط جدا، واخونا صاحبنا النجم ده بيغني، ومره واحده طلبت معاه قال ستوب. ستوب، افتكرت الفيلم بتاع فؤاد المهندس بالظبط، ستوب. فالمخرج قال مين اللي قال ستوب؟ قال له انا. قال له في ايه؟ قال له انا بغني زي الزفت. قال له مين؟ انا اللي شايف، انا اللي شايف زي الزفت ولا زي الطين. امال انا بشتغل ايه؟ لا هو كان مقتنع ان هو حلو وكويس، وبعدين فجاه بقى مقتنع انه وحش جدا جدا جدا، وعايز يعيد تاني كل حاجه. وطبعا احنا دايرين والفرقه دايره والكاميرات، وعمرو الليثي ده انا فجاه لقيت الاستاذ عمرو الليثي بقى ايه برق لي، وانا بقيت مش عارف هعمل ايه، وقال لي ينفع؟ قلت له انا متاسف يا دكتور، انا اسف. ينفع ايه بقى؟ واحمد جوهر قال لي انت ظلمتني في الحلقه دي، وانا اقول له والله العظيم ما اعمل ايه طيب. كذا غنوه، دي كانت حاله تحفه. صعيدي يا ابويا على الحاج وشفتني القهوه واوعدك، غنينا كتير الله عليه العوض كل حاجه. ما تحاولوش تدوروا عليها لان هي اتلغت، هي ما اتذاعتش. دي ما اتذاعتش، فما حدش يدور عليها لانه مش هيلاقيها يعني. وما اتحاسبتش عليها. انا كنت بتحاسب بالحلقه. انا ليا 500 جنيه، انا عايز 500 جنيه. طردنا لو انت مع السلامه. والله. طيب وعايز برضه افتكر حاجه تانية، بس مش معنى ذلك احنا عملنا حاجات حلوه انا واقف يعني. لا والله احنا عملنا حاجه. لا احمد جوهر كمان حلاوته ان هو محبوب من الناس. يعني ايه محبوب من الناس؟ يعني مش هتلاقي حد اما تقول له انا هجيب معايا احمد جوهر النهارده حد يقول لك لا انا مش عايز. لا احمد جوهر حبيب الكل ويضحك في وش الكل وكل الناس بجد والله العظيم يعني بقول لك انا ساعه ما جيت افكر انا هعمل ايه بعد وليد. اصل وليد عيلي معايا. انا ابتديت اول حلقه كانت بحفله القرن، وعملنا بعد كده اسماعيل فرغلي الله يمسيه بالخير واقول له يا اسماعيل فعلا جميلك على راسي من فوق. الراجل جالي اول حاجه خالص بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين وليد بقى
لا وليد، يا نهار ازرق على تحية وليد. وليد الشاعر. تحيه وليد. وليد اجمل بني ادم ممكن تقابله في الدنيا، على طول مبتسم وجميل وضحك وقلبه جميل جدا. انا بقى عايز اسالك، اه زمان ايام النحت ايوه. كنت بتواجه ايه بقى اما كنتوا بتتخانقوا من تحت المصايب. لتحت؟ برضه نفس الموضوع. هو برضه. هو هو سبحان هو. الله يا رب. آه. كمان اخوانا برضه في اوردر كده عملت ايه؟ داخل اوردر، فانا كنت خلاص بقى شباك الهوا ضرب والحياه حلوه وهات لي قلبك ده، وانا اقول له صعيدي يا ابويا. كان ملك النحت كنا ما بيقعدش. أفراح. اه والله كنا بناخد حاجات والله بسيطة. العظيم ما كان بس يقعد. بناخد حاجات بسيطه لا يعني. بسيطة ماشي خلاص، والله هي كانت بالنسبة بسيطة. لأيام زمان هي مش بسيطة. بسيطه يعني. ماشي. كانت الحياه. المهم دخلنا الاوردر في فندق اسمه السلام، طبعا فندق 5 ستار. المهم الستيج، الطرقه بتاعت الستيج، انا طبعا صاحبنا حبيبي ده برضه نفس الموضوع، اخويا شافني قال لك انا اجري قبل ما احمد جوهر يطلع على الستيج بقى. فطبعا في ناس جايبينه في الفرح هديه. المهم راح داخل بالفرقه وزقق الفرقه، ولقيت لك بقول لهم يا اخوانا، قال لك لا ده فلان فرقته على الستيج. قلت يا نهار اسود. المهم لقيت لك العريس قايم بيجري، قالوا مين ده؟ قالوا له كذا كذا. مين اللي جايبه؟ قالوا طلعوا بره، انا طالب احمد جوهر. أنا عايز أحمد جوهر. دي حقيقه والله ما ضحك يعني. طبعا انا في موقف يعني موقف صعب جدا جدا يعني، طبعا صاحبك وحبيبك، فلقيته طالع من الطرقه يجي في وشي. هنقول تي. قال لي عملت ايه؟ قلت له انا اللي عملتها، انا عملت حاجه، انا مالي العريس مش عارف. عملتها يا جوهر، عملت ايه؟ ومن ساعتها هو أصلا طلعت عليه عملت ايه. طب طلع لي فيه ده طبعا في الاستوديو بقى، كب والشله والحبايب. ما تحكي لنا على إفيه كده حصل معاك وأنت في تسجيل مع حميد في حاجة. لا حميد كان مشهور ان احمد جوهر هو وجوده وبتاع قايم مركب مجاميع. على فكره احنا المجاميع دي كانت كلها حب يعني. مثلا اغنيه هاتي قلبك كان هشام عباس، وكلنا كنا نسجل لبعض كده وشله وامين وكله كان يخش زمان كده. برضه هموت واعرف لحد ما هجيبه في مره حسام حسني حسام واعرف مين اللي قال مين وده بس هجيبها وهعرف وهستضيفها هنا وقاعد على الكرسي ده. حسام ده برضه ليه ذكريات طبعا لسه جاي. حسام حسني ده جاي ده اخويا الكبير ده جاي برضه جاي هيجي. انت عارف حسام ده ليه موقف زمان. احنا طبعا حسام ده عشرة عمر ليا يعني. دخلت برضه البيت عنده على اساس ان هو كان خلاص شيف الفرقه معانا كان هو لسه مع محمد فؤاد بقى وفي كليه تربيه وموسيقى. كان بيلعب اورج مع محمد فؤاد. كان هايل جدا جدا طبعا. تاريخ حسام يعني. المهم جيت وقلت اعدي عليه في البيت قدام المقاولين العرب، كان ليهم شقه طبعا، هو جماعه كلهم في الكويت وبتاع. المهم قال لي انا هحكي لك بقى شويه ام علي ما حصلتش. قلت له طب تمام 100 بقى. المهم دخل بنحط الكيبورد وبقى هنقعد نحكي بقى شويه. ما فيش الا هو في الشقه دي موجوده جنب المقابر بتاعت اللي عند المقاولين، الاتراك والبتاع دي والنانين والجو ده. المهم قعدنا، الحته دي مهجوره كانت في الفتره دي جدا. المهم فدخل في ثواني لسه بيسخن حله البتاع ده. ام علي كانت حله ام علي. راح طالع لي قال لي عارف حسام ده مالكش نصيب بقى جوه. قلت له ماليش نصيب في ايه؟ قال لي الجماعه حرقوا البتاع. قلت له جماعه مين؟ والله العظيم. قال لي الجماعه جوه ما اصل خلي بالك البيت ده فيه شويه حركات، في جماعه قاعدين. قلت له جماعه ايه حسام؟ ده احنا لسه مالناش دقيقه انت بتسخن ام علي دلوقتي حله قد كده نشفت في ثواني. قال لي اصل ما هم نحلوا البوتاجاز على الاكل. قلت له مين يا عم هنا؟ قال لي لا ما هم كويسين بس يعني هم يعني بيضايقوني هنا يعني. بس هم بسم الله الرحمن الرحيم يعني بيولعوا لي التلفزيون اكون نايم. بس على فكره نضاف جدا، بيجوا يمسحوا البيت وينضفوه. المهم خدت بعضي وجريت على انا خير اللهم اجعله خير. لقيت مره محمد عادل امام وفيلم وانت بتغني الاغنيه في الفرح وكنت مبسوط جدا حبيبي. انا اي حاجه تبع عادل امام دي حاجه تخش جوه البني ادم. دي اول بطوله لمحمد عادل.
اول ما بطوله. تحكي لنا، قول لنا، اكيد في افيهات. حبيبي يا وائل. هو ده فيلم البيه رومانسي. هو باختصار القصه، انا كنت في العبور ساعتها في مشوار جهاز كده، رايح جهاز العبور، لقيت التليفون بيضرب 9 ونص الصبح او 10 الصبح، مش ناسيها. اه لقيت مين؟ تامر حسني. اه انا استغربت، قعد يكلمني ساعه ونص. اه والله ساعه ونص سمعني: جوهر انا جايب لك حاجه حلوه قوي في فيلم وهو بيشطبوا فيه خلاص، اسمه البيه رومانسي، ومعاك طبعا الله يرحمه حسن حسني، وبطولة محمد عادل إمام ولبلبة وباسم سمرة وتيخة، مدحت تيخة، هلوم بقى إنتاج محمد السبكي بقى، ايوه يعني ايوه، حاجة جامدة جدا وكان جدا. حاجه حلو، كان الفيلم وأول حلو. بطولة محمد اه عادل إمام. قال لي بص أنت هتغني بس، وحسن حسني هيقول معاك حتة وديمونيك معانا كمان، اه ولبنانية، وهيقول معاك لبلبة هتقول حتة صغيرة، ودي لحني وكلماتي وتوزيع كريم عبد الوهاب. يا عم انت عارف انا بحب جوهر صراحه، انا بحيي جدا جدا تامر، شخصيه جميله جدا ومحب لاصحابه وحبايبه على فكره. ايوه يعني هو عايز، هو كان ممكن يغنيها هو في الفيلم، بالظبط، هو كان هو اللي يغنيها. لكن هو صح. عايز احمد جوهر يغنيها. واكبر السبكي قال له انا هجيب احمد جوهر. ايوه قال له خلاص، انت عارف بقى كان هو لسه عاملين عمر وسلمى وبتاع. المهم جيت سجلت الغنوه والحمد لله وتمام. بس لقيت طبعا كله طمعان من حلاوه الغنوه، كانت هي طبعا لقيت كله بيخش، بس مسمر قال ما عدا محمد عادل امام، اه ومدحت تيخه كان فيها، ودومونيك برضو غنت حته. المهم هو برضو ذاكر عامل لي كوبليه فوق على اساس ان ايه، محدش يشح، خلاص دي بتاعت احمد جوهر بقى. اه الكوبليه كان صعب، مش حدش هيقول فيه: اليوم الفرح هتكمل لما ايه، ما حدش يمشي بعد البوفيه، ولو على الاكل مش هيطير رقصنا يا عم الدي جي. المهم كانت اغنيه جميله بغنيها في الافراح وكده. المهم دي كانت نهايه الفيلم يعني. طبعا احنا كنا بنصور، انت عارف طبعا السبكي ما عندوش وقت. انا طبعا ما كنتش بتعامل مع السبكي، كنت خايف منه جدا، ان محمد السبكي ما عندوش وقت لاي حد، خالص. اي حد. وهو انسان طيب على فكره جدا. مم. بس لقيته ايه بقى بيضربني اتعاملت معاه كده. مره واحده في لا فيلم لا يظن مع حبيبي. كان اخر تصوير سينما دي، اه كاميرا سينما، لان كان الله يرحمه احمد البدري هو المخرج بتاع الفيلم، اه وكان كاميرا السينما طبعا خلاص بقينا فيديو بعد كده احنا كله. ايوه المهم انا جاي في الطريق، اخرت بجيب حاجات ولبس ومش عارف البدله والمهم اتاخرنا لان كان في اخر الدنيا، وانا جاي من مصر الجديده لقيته بيقول: اهو جوهر انت فين؟ قلت له يا ريس انا في الطريق. قال لي بص، بالاخر يعني 5 دقايق ان ما كنتش هنا اقسم بالله هخلي اي حد من البتاع يصور مكاني. قلت له يا ريس. المهم وصلت اللوكيشن جري، وقعد مركب تامر وبتاع، قالوا لي الحق عشان ده ما عندوش وقت لاي حاجه. دخلت لقيت لك كل الكاست موجود، محمد عادل امام الدنيا كلها كلها موجوده، كله سمع الكلام. كله مستنيين انا، اه تخيل. اه وانا مش بيه، انا ما بتاخرش في حاجه، بس المهم دخلت اللوكيشن ما رضيتش. المهم قالوا لي خش ما تكلمش ولا تسلم عليه خالص. المهم دخلت عبال ما عملت جهزت نفسي ولبست وصورنا الحمد لله. كانت حلوه الاغنيه دي. نهايه الفيلم بتاعنا. طب انا دي هترجعني بقى حاجه، اه ما تحكي لنا ساعه اما صورت الكليب الاغنيه بتاعتك اللي هي هات لي قلبك هات لي قلبك، اه دي كانت في نادي المعادي باين، ولا انت كنت دي في كانت حاجه معايا كده؟ مس معادي، ملكه جمال المعادي، وكان الكاس يعني كانت المجموعه مين؟ كلها كانت معايا. على فكره الغنوه دي ليها ذكريات جميله دي جدا ريهام اللي معايا. كانت معاك؟ ريهام. ريهام. ريهام اه دي كانت مس اه معادي يعني. ايوه دي ايوه، بنت جميله ما شاء الله عليها. اه وقابلتها قريب من اه، مده في فرح كده وهي اللي كانت وكانت معانا في جميله. حفله القرن كمان، كانت معانا. ايوه اه لا ده دي جميله اه جميله ريهام ايوه. دي. من بتوع المعاد الرقيم كان جدا. مين؟ كان اخراج مين؟ ما دي مفاجاه بقى، دي ايوه اخراج احمد البيه السيناريست اللي عمل فيلم اسماعيليه رايح احمد جاي. البيه. لان انا واحمد البيه كنا عايشين في شقه واحده، وكان الشقه دي بيجي لنا فيها طبعا اقول لكم على تاريخ او دي حقيقه والله. اه طبعا نجم خالد النبوي، جمال عبد الناصر، حمد الوزيري، عبد الوزيري، كل بتوع بورسعيد يا نجم كانوا بيجوا لنا في الشقه دي. اه وكنت اقعد مع احمد انا ومصطفى شعبان، برضه النجم مصطفى شعبان انه كان حبيبه قوي. وانا عرفت يعني محمد فؤاد باحمد، لان انا كنت عايش مع احمد عيشه جامده جدا، وقعد معاه لحد ما عمل له فيلم اسماعيليه رايح جاي، ايوه واخد بالك انت.
واتعمل. فاحمد كان ليه عشره عمر معاه بقى. جبنا صورناها بطريقه السينما، شوتات وسكريبت. صورنا في اطلانتس الاول في فندق شيبر في الديسكو، بعدين صورنا في نادي اليخت في المعادي وفي نادي المعادي، والبنات والشباب بتوع نادي المعادي باغنيه هات لي قلبك ده وانا اقول له البعيد لازم نوصل له، اللي راح ونسي محبتنا اللي جاي هيحل محله اوعى تقولي لبست في العمر. لا أنا طلعت بقى وحمام السباحه ويزقوني ومش عارف لا ايه لا لا والحركات، اقسم بالله والله. لما نزلت حمام كان السباحه ايوه، كان هو كان خلاص انا شايفك قدامي، فانا ده نجم لازم إنه يتقلد وعملناه. الله يسامحك بقى. انا خدت يلا. برد على فكره يوم دي لان نزلت في البسين بتاع نادي المعادي. يا لا دي بالهدوء. كانت جميله، كانت الدنيا جميله وكانت حلوه. لا دي عشره. خلي بالك الغنوه دي حميد عملها، اللي هو مش يعني اول لون يعمله اللي هو شعب شيك، واحنا رحنا عاملين موال قبل دخول الغنوه اللي هو هات لي قلبك ده وسبحان الله وعادل عمر يفتكر بالخير طبعا، دكتور عادل عمر. ودي كانت من توزيع والحان حميد طبعا. وانا فوجئت على فكره ان هي بيت الهيد بتاع الالبوم. انا قلت هيفتحوا بحميد، هيفتحوا بهشام، هيفتحوا كان محي واميره اي حد، كل دول كانوا في هاي كواليتي في الالبوم. فارس. فانا قلت بقى الله يرحمه الشاب عراض، فانا قلت الالبوم يعني ودي شركه على فكره وما كنتش مضيت مع هاي كواليتي لسه. يعني انا سجلت الغنوه دي سبحان الله وسبتها ومشيت. تخيل انا وبستلم الشهاده بتاعت دبلوم الاثار لقيت الجامعه والعربيات كلها مشغله هات لي قلبك ده. فقد كان عملت ايه لما لقيت الدنيا ضربت مره واحده وفجاه احمد جوهر بقى مشهور؟ كان ما حصلكش موقف؟ انا فاكر اصل في كذا حد حكى لي على الموقف بتاعه بتاع اول مره يبقى مشهور. الغنوه دي يعني قعدت فتره يعني من كتر نجاحها ان كنا طبعا بنعمل حفله اسمها هاي كواليتي. نطلع كنا مراقيه، نادي المعادي، سان مارك في اسكندريه، كل حفلات في اي مكان في استاد القاهره. كنا نطلع كلنا والفين حميد يطلع يلعب السولوهات، هو يقدم احمد جوهر، يقدم محمد محي، يقدم فارس، يقدم شاب عرب، اميره، داليا. واخد بالك؟ فكلنا الناس تشوف بتوع الالبوم كلهم قدامه في حفله واحده. كان حدث جميل جدا جدا. ايوه ايام التذكره ب 5 جنيه. التذكره ب 5 جنيه. فالمهم الحفلات دي كسرت الدنيا ايامها. وكانت الحياه جميله جدا لحد ما جت مره طبعا هشام في الالبوم. هشام من نجاح الغنوه تخيل كان بيغنيها يخش بيها الاوردرات هشام عباس ويغنيها هو. الناس افتكرت ان هشام اللي بيغني. فجيت مره قابلت محمد فؤاد بيقول لي انت قاعد انا كل اوردر بخش بلا هشام عباس وانت ما عملتش انت من بكره تعمل وفعلا رحت عامل. ما كنتش عامل فرقه ولا كنت بتعمل اي حاجه خلاص. دي حقيقه والله. رحت عامل فرقه ونزلت وقد كان بقى ودخلنا لحد ما دخلنا في شباب كده وصعيدي وحاجات. كان على فكره يا اخواننا احيانا فعلا بيبقى فيه مفيش نصيب لفنان في مكان. يعني اقول لكم على حاجه انا سريعه كده برضه. انا كنت ماضي مع اكبر شركه. عارفين يعني ايه صوت الحب؟ صوت الحب دي الله يرحمه عاطف منتصر دي الله يرحمه. EMI كانت اكبر شركه حد يتمناها. يعني تخيل فيها ورده 4M، ايمان بحر درويش، محمد مدحت صالح، مدحت صالح، منى عبد الغني كان واحمد عدويه. واحمد عدويه نسيت اقول حاجه يعني تاريخ مرعب. انا لما مضيت فيها بس ماليش نصيب انجح فيها. عملت الالبوم فيها اسمه عايل وغنيت حتى فيها الاقصر بلدنا على اساس برضه اللون الصعيدي في دماغي برضه. عاطف منتصر اداني اغنيه يا ليل يا ابو الليالي ليلك ماله نهار الله ليل يا ابو الليالي. المهم فما فيش نصيب. انا ومنى عبد الغني تخيلوا يعني منى عملت البوم وانا عملت البوم. تخيل القدر انجح مع مين؟ هي نجحت مع هاشم يوسف في الشرق، عملت يلا يا اصحاب ونجحت. وانا نجحت في اول شركه هاي كواليتي فهات لي قلبك مع مين ومع طارق عبد الله. القدر بقى مين؟ طارق عبد الله اخوه الله يرحمه سعيد عبد الله صوت بيروت. لا شركه عبد الله وصوت بيروت معاهم برضو محمود موسى. القدر بقى يا اخوانا ان انا مين ابن عمي؟
ابن انا وبمضي العقد عند طارق بعد كده، وانا وبمضي عند عاطف برضو. مين كان برضو في صوت الحب؟ الله يرحمه المرحوم عمر فتحي، المطرب عمر فتحي. عمر فتحي ابن عمي ابن شقيق. عمك. شقيق. أي. تخيل ما نجحش فين؟ في صوت الحب. كان معاني شنوده وبتاع، ما برضه. نجحش. راح اداه طارق عاطف منتصر لمين؟ لسعيد عبد الله. اغنيه جرحونا عيونه يابا والمقلوب ابسط يا عم وعلى ايدك. فتخيل تاريخه كله مع عبد الله نجح، وانا نجحت مع مين؟ مع طارق عبد الله. يعني شوف القدر، شوف اللفه بتيجي سبحان الله، ان يبقى ليا نصيب في ده بيت عبد الرزق، الله. ده الرزق. رزقنا في بيت عبد الله مش عند عاطف، انا وابن عمي. تحيه كبيره بقى لطارق عبد الله. طبعا طبعا. الاستاذ طارق عبد الله ده يعني علم من اعلام الانتاج في الوطن العربي يعني. طبعا. استاذ طارق عبد الله والخارجي وكله ده. والاستاذ عاطف منتصر الله يرحمه. الله يرحمه. ده عاطف بيه. الناس دي كانت تاريخ. انت كل الاسماء اللي انت قلتها دي حاجه يعني. تخيل مدرسته كان الله يرحمه الاستاذ طارق الكاشف. كل دول تلاميذ. انا بقى اتشرفت بالناس دي ان انا عملت حلقه صاحبة السعاده جبت فيها كل المنتجين. تخيل انا دي كنت سعيد. انا فرحت جدا. انا مش عايز اقول لك انا ساعتها والله انا استاذ عاطف واحنا بنسجل معاه بقيت قاعد اسطوره. انا رحت بقى قعدت معاه كذا مره عشان بقى ناخد على بعض لحد ما يجي يقعد بقى قدام الاستاذه اسعاد. لا حاجه كان باشا كده عظيم. وانا جبت سيرته على فكره صاحبه السعاده مع الاستاذه اسعاد. هي دي طبعا ازيك يا عاطف قعدت تحييه. هي احنا جبناه كان قبل ما يتوفى بفتره وكان برنس كده. لا هو برنس. وبرضه اللي برنس برضه ما انساش برضه هاني ثابت الله يرحمه. طبعا. يا خبر ابيض يعني يا خبر ابيض على البيت عند هاني ثابت. هو الانتيكه دي محطوطه هنا وهو وتشرب ايه يا استاذ وائل ولا لا ايه ده الشياكه دي؟ ايه الشياكه دي؟ ايه الشياكه دي الناس دي؟ رحمه الله عليهم دول لا كمان علماء الله يمسيه بالخير ربنا يديله الصحه. قمر ايهاب توفيق حكيم. عدوا بقى هم دول الاساس اللي عملوا حاجات كتير. اللي خاطروا ودخلوا الشرك تيمور كوتا لا دول اللي قدموا اللون يعني اللون الجديد بتاع المزيكا الجديده بالشكل الجديد. هم اللي خدوا الموضوع وتعبوا في الليله دي دي حقيقه وغيروا المزيكا في مصر. اقول لك بقى مصيبه ازاي تعمل كده؟ ايه بس يا نجم حرام عليك. اقلب في التلفزيون الاقي فيلم اولاد الملجأ. يا نهار اسود ايه ده؟ واحمد جوهر. هو ده كمان. يا لهوي يا جدعان استنوا يا جدعان ده مش صاحبي ولا لا خالص. دي مقاولات يا نجم. فتره مقاولات. بعدين انا جاي من الاقصر يا اخوانا. انا لسه جاي من الصعيد بس كنت بفهم ده مين اللي كانوا بيمثلوا الحاجات دي؟ كانوا ازاي اقنعوك ازاي يعني؟ رحمه الله عليه كان طبعا ده مخرج والله لسه في سيرته قريب عمنا وخالنا الكبير الله يرحمه الاستاذ ناصر حسين. ده كان صحفي كبير قوي في روزا يوسف بس هو اشتهر بانه يعني نجم المقاولات في مصر. مخرج المقاولات بالظبط. ممكن اسبوعين او 3 اسابيع يكون خلاص. مش انا نجم والله. ايوه ده كان كتير جدا. كان كتير صح. ويونس شلبي صح مظبوط. وعمل افلام كتيره جدا. المهم في الفيلم ده كان انتاج الاستاذه اعتماد خورشيد طبعا واولادها اللي هم اولاد خورشيد شو. وكانت معانا برضه سيد عبد الغني وليلى حماده واحمد عبد العزيز كان معانا. وكان معايا احمد البيه بقى. احمد البيه برضه كان ما هو صاحبك بقى. احنا جبنا اصحابنا البورسعيديين. ايوه جبنا اصحابنا بقى يلا تعالى هنمثل وبتاع. ممكن عايشين مع بعض في شقه واحده في المنيل وكنا عايشين. المهم عملنا فيلم اولاد الملجأ ده. فكان الله يرحمه استاذ ناصر ده كان جميل وبيزعل على طول على فكره فرتانه. بس هو كان يعني مثلا يقول ايه داير شاط مش عارف ايه 3 2 1 واخد بالك. مثلا انا بمثل الشوت مثلا الغنوه بتاعتي شغاله مثلا بتاع فبعد او مثلا هو الشوت شغال بعدين اقف جنبه مثلا انت اخبارك ايه واحمد عامل ايه حبيبي انت الشوت شغال واخد بالك الكاميرا شغاله والشريو شغال هنصور اي حاجه. هو بيكلمني مع ستوب واخد بالك انت اللي هو اللي شاف الفيديو ولا شاف الشوت عمل ايه ولا. وكان جميل والفيلم ينزل ينجح
عندي سبحان الله. بس ده ما نجحش برضه يا احمد. نجح علب. نجح يا جماعه ليه هناك بيزعقوا اولاد بيزعقوا الله اخوانا على الروتين على طول كلمه اولاد الملجا. انا حتى صورت غنوه في التليسيبس في بورسعيد اسمها مش هو، كلمات الشاعر الجميل مجدي النجار وحجاج عبد الرحمن. كانت الغنوه غريبه يعني انا استغربت اللي هي المفروض انا رايح لبيتنا في بورسعيد وبعد التهجير والموضوع كان كده يعني. فبقول مش هو فين بيتنا فين. المهم لقيته بيمشوني على السور بتاع التليسيبس. طب انا ماشي على السور ليه؟ واخد بالك والميه اشترى الفيلم يعني عمال افكر خلاص بقى خلاص. لا لا البيرو بيدي الصحه بقول طب انا ماشي على السور ليه؟ مش احنا فضحنا الناس كلها. هو العظيم ماشي على السور. فالمفروض ان انت يعني طب ما ممكن امشي على الممر بتاع التليسيبس يعني عادي. فانا ماشي على السور اللي هو مش هو فين بيتنا فين هو لا جناين احلامي ولا بقى احلامي مش عارف ايه مش شايف. وبعدين المركب مفيش بيت. لقيت لك التمثال بتاع التليسيبس وعدت يعني. والله العظيم احلى ضحكه في مصر. حلو وحش هو هيضحك وقط تلقى نفسك في الفيلم مثلا احنا في القاهره. هو زي الفيلم بتاع شيكو وماجد. شيكو وهشام ماجد الفيلم بتاع حملة فريزر لما كانوا بيصوروهم على البحر. والله يجينا كده في الافلام. مع اني والله العظيم احنا كنا جماعه وشباب حلوين. بس هو الفتره دي كانت السينما مسيطره عليها الكبار قوي قوي. ايوه يعني انت بتتكلم بالفتره دي نور شريف محمود ياسين. ايوه بس هو كان بيجيبكم عشان ابتدى تتشهر خلاص. لكن اولاد دي ان انت عارف الفيلم ده كان ممكن بيكلف 30,000 جنيه. اقسم لك بالله. كل واحد 500 و1000 وخلاص. الراحل العظيم استاذ ابراهيم مسعود جارة مدينه مصر الجديده. ده كان رجل مخابرات طبعا اللي هو عمل فيلم اعدام ميت. انت تتخيل ان اعدام ميت ده كلف كام؟ بمحمود عبد العزيز 40-50 ألف. لا 300,000 جنيه في عزه. الثمانينات. في اول فيلم يتصور كان في سينا بعد التحرير. يعني تخيل محمود عبد العزيز فريد شوقي ويحيى الفخراني بوسي يحيى الفخراني مصور او علي عبد الخالق وانتاج ضخم. فيلم طبعا فيلم جامد. صح 300,000 جنيه. كانت ايام خير والله ايام خير. النهارده ما بتجيبش عربيه. انا بجد يا جماعه استمتعت والله. انا اتبسطت قوي واتبسطت واحنا قاعدين مع بعض. بقول لك ايه هو وليد الشعري بس مطلع علينا اشاعه ان ما حدش بيتفرج علينا. فاحنا مش مهم. احنا اللي قلناه ده ولا حد اتفرج ولا هيتفرج ولا احنا عايزين حاجه. كانت جامده جدا. تاني هنتكلم على وليد. هنشهر وليد تاني. مش وليد ولا حاجه. سيبك من وليد انا المهم. لا والله شهرنا انا المهم. حلقه وليد كانت كويسه عشان انا اللي كنت كويس مش وليد. انا ليا ذكريات كتير قوي مع وائل على فكره ونفحات جامده قوي يعني. احنا لينا. انا في مره بقى هجيب بعد كده البوم صور واطلع كل المصايب. اقول بقى وادي الصور وادي احمد جوهر وادي فلان. احنا لينا صور. يلا بقى لا بلاش. اصل انا مره الافيت قال لي فين عارف الفيلم بتاع احمد زكي واسمه ايه التاني الممثل ده هشام عبد الحميد. اللي هو كان اسمه الوزير. ايوه الوزير لما كان واحمد زكي طول ما هو قاعد رعب حياته انه لما هيموت هيجيبوا بقى هشام عبد الحميد بقى يحكي بقى كل اسراره ويحكي حاجته. اقسم بالله انا كنت قاعد مع فنان يعني وجامد. وانا انت قلت له انا ايه؟ قال لي انت هتعمل كده. قلت له بعمل كده. نشوفكم النهارده جدا على فكره. انا مبسوط قوي بجد بوجود احمد جوهر. وراء الكاميرات الاستاذ ادم والاستاذ ايمن دول اللي هم كل حاجه. ايمن بقى هو معايا برضه 10 عمر وادم برضه معايا 10 عمر برضه. ادم بس فرحان شفته النهارده. ادم ابن 10 عمر برضه. هنجدد له القعده معانا السنه دي. ولا اسد ولا نيل. والله العظيم نورتنا يا احمد وشكرا على كل الضحك والايام الحلوه اللي احنا بنقضيها مع بعض. والله يا جدعان انا بالظبط كلمته امبارح قلت له احمد ممكن تيجي تصور معايا عشان انا مسافر بعد كده ومش هلحق اصور. قال لي خلاص يا نجم شوف الساعه كام.
قلت له خلاص ماشي. والله العظيم حتى مش عايزني اجيله، يقول لي انا اللي حاجي لحد عندي. والله كتر الف لا خيرك، طبعا طبعا، والله أنت كتر حبيبي الف خيرك. احنا بينا كل خير يا نوال. نشوفكم على خير. لل 13 واحد اللي بيتفرجوا علينا من ساعه وليد بقينا 14، فان شاء الله عايزين نعدي نشوف 15. عايزين نبقى 15 يا عايز أغيظ رجاله. وليد الشعري يا اخوانا. نشوفكم عشان على انا خير. بقابله على طول بيغيظني. نشوفكم على خير الاسبوع الجاي. سلام.